السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في لقاء جديد وتجدد على قناة كبسولة بيزنس. حديثنا النهاردة عن التسويق، ولماذا نحتاج التسويق، ولماذا نتحدث عن التسويق. حقيقة إن التسويق في العصر الحالي وفي العصور السابقة كان من أهم العلوم اللي بتضيف لكل مشروع ولكل تجارة ميزة تنافسية كبيرة. وده بيخلينا نفهم هو ليه التسويق مهم، هو ليه لازم نتعلم التسويق، ليه نجاح الشركات بيبدأ من التسويق، ولما الشركة بتنجح بيبقى أساس ذلك التسويق. عايزين نفهم إن التسويق كعلم ودراسة أول حاجة فيه تلبية رغبات العميل وتحقيق رضاء العميل عن المنتج اللي انت بتبيعه، وعن خدمتك اللي انت بتقدمها له. انت بس مش بتتكلم عن نفسك او بتتكلم عن منتجاتك او ان انت بتدعي ان انت بتبيع المنتج. التسويق ليس ادعاء، التسويق فيما معناه تقديم المنتج للعميل. وتقديم احنا مين؟ ما هو في واحد مثلا بيسوق لنفسه، مثلا صاحب معرض عربيات عامل قناة على الفيسبوك وبيطلع يتكلم مع الناس وبيطلع يعمل لنفسه كلام، وهو طالع على السوشيال على حس انا صاحب معرض عربيات، انا بقى عندي عربيات، انا كذا انا كذا. من النقطة دي هو بيسوق لنفسه. طب هو قال لك انه سوق لنفسه؟ لا، ده هو عمل محتوى بيقدمه لك بصيغه كذا 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 كذا. ويمكن من العوامل اللي بتنجح التسويق على السوشيال ميديا لاي منتج انك تبقى انت طالع بتنصح العميل، تبقى واخد حته ايه، انا مش صاحب المنتج الفلاني فانا طالع كل يوم اكلمك عن المنتج وكذا وكذا وبقى ايه، انت حاسس انت طالع بتبيع لنا، انت طالع بتكلمنا عن المنتجات بتاعتك عشان انت فاتح كذا. لا، في ناس تانية مثلا يبقى صاحب معرض عربيات يطلع يقول لك والله ريفيو عن العربية الفلانية، يجيب عربية ويتكلم عنها وعيوبها ومميزاتها، وعلى السرعات بتعمل كذا، وعلى المية بتعمل كذا، وقيمة الثبات بتاعتها والاعتمادية، ويكلمك عن المميزات. يربط نفسه ان انا بتابع الراجل ده عشان الراجل ده هو مميز في تجارة العربيات، مثلا مميز في فهمه للعربية، شوف عربية يعرف يتكلم عنها، يعرف مثلا مميزات العربيات، راجل فاهم في النقطة دي. يبقى فرق في ذلك. وعلى فكرة من نجاح عملية التسويق انك ما تبينش للناس انك بتسوق، او ما تبينش للناس ان انت بتعايز تبيع لهم. العميل اصلا المصري او العميل بيقلق من اللي ايه، انا عايز ابيع لك، تعالى انا هبيع لك. بيقلق لانه بيحس بفخ، بيحس ان مثلا في حاجه في المنتج غلط وانت عايز تضغط عليه او تبيع له. لا، انت بتسيب له الكره في ملعبه، بتديله زي ما بيقول لك ايه، بتديله ما يحتاجه وهو عليه القرار لاتخاذ اتخاذ القرار للشراء. دي من مميزات التسويق. رغم برضو التسويق لما ينجح وينمو بينجح بشكل ان انت لما بتيجي تقدم لنفسك تسويق بتقدم احتياج العميل فين. ودي من اهم النقاط المهمة جدا. يعني مثلا شركة عقارات، هل انا كصاحب شركة او كمدير مبيعات او مدير كذا او المهندسين اللي شغالين هيشتغلوا بمقياسهم هم في تقديم العقار للعميل؟ ايوه، استنى بس كده، استنى بس، انت بتقول ايه؟ ده في حاجة مهمة جدا في التسويق. يعني مقياس تقديم المنتج بتاعك يختلف عن مقياس العميل للمنتج. طبعا ممكن صاحب الشركة يقول لك انا مثلا احب اعيش في شقة 150 متر، ولو انت جيت تطرح الشقة ديت للعميل في السوق هيقول لك ايه يا عم، ده انتوا خليتوها غالية، ده الشقة غالية جدا عليا، ده 150 متر ايه و200 متر ايه.
صاحب الشركه حابب انه يقعد في شقه 100 متر ولا 150 متر، فاصبح هو مقياسه انه يعمل وحده عقاريه للعميل 150 متر. لا، مش السوق مش محتاج كده. السوق محتاج شقه 80 متر كتسويق بقى، بتكلم معاك كتسويق. 80 متر 90 متر، شقه تكون متوسطه المساحه، شقه تكون تقسيمها جيد، شقه ليها مميزات، شقه مثلا دلوقتي الاهتمام دلوقتي رايح مثلا لحته ايه، الخصوصيه اكتر، اللاندسكيب، ان انا ابقى عايش في منطقه هاديه، منطقه تكون نظيفه، ما يبقاش فيها ضوضاء، ما تبقاش. طب ما هو لو كده ايه الفرق ما بين المنطقه ديت والمنطقه الشعبيه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه ان المساحه بتساوي السعر، فانت قيمه السعر بتتحدد على اساس المساحه وعلى اساس التقسيم. فانا محتاج اقتصاديا اعمل حاجه سعرها مناسب للعميل عشان يجي يشتري مني، حتى لو انا هبيع له بالتقسيط. يعني ما اقولش انا هعمل شقه 100 مليون ونص ولا 1,800,000 في منطقه متوسطه، هيجي العميل يقول لك المنطقه مش لا تساوي هذه القيمه اللي انت بتبيع بيها. حتى لو انت هتقسط، هتقول له ادفع نص مليون جنيه وقسط مليون جنيه، هيقول لك ايه يعني؟ مش هشتري منك. يبقى انت مش مقياس المنتج اللي انت بتبيعه، لا، العميل ليه مقياس اخر. ولذلك يهتم التسويق بدراسة حالة السوق ودراسة المنافسين. اللي بينجح في التسويق او في البيع هو اللي عنده التفاصيل. يعني انا النهارده رايح اشتغل في العقارات، والله انزل الشركة الفلانية بتبيع كام متر، الشركة الفلانية عندها منتج عامل ازاي، الشركة الفلانية بتقدم مزايا ايه، طب الادوار عاملة ايه، طب السعر بيختلف في الدور الاول ولا في الدور الرابع. ما دي تفاصيل. ولو انت ما بتلمش بالتفاصيل دي او تبقى ملم انك تقدمها للعميل لما يجي يكلمك، انت فشلت في العملية البيعية تماما. وكذلك العملية التسويقية. يبقى اذا هي كلها نقاط مترتبة على بعضها. فهم احتياج العميل، افهم احتياج العميل ازاي، دراسة السوق، دراسة قوانين العرض والطلب. العميل بيبقى عليه طلب شديد امتى؟ طب الطلب ده بيجي على اساس ايه؟ هو محتاج ايه؟ يعني في واحد يقول لك انا هعمل صالون حلاقه واسميه اسم وبراند ودي من امثله التسويق. يقول لك انا هدخل العميل مزيكا كويسه، مكان ريحته حلوه، ناس لابسه لبس بدل وشياكه وترابيزه شكلها شيك وكريمات وكذا وكذا. بيديك المود ان انت داخل جوه، انت هتطلع يعني انت رايح فرح ولا رايح مناسبه، فانت طالع خلاص مود. وده تسويق، ده تسويق. انت عيشت العميل حاله ما واحد تاني يخش عند حلاق تاني داخل لا الدنيا نظيفه وفي شعر على الارض والحلاق ماسك زبون وعمال يقول له يعني. ما هو ده تسويق. تسويق بمكانك عامل ازاي، احتياج العميل عايز. العميل محتاج الرفاهيه. واحد تاني برضه كان قايل لي النقطه دي، واحد صاحب معرض موتوسيكلات كان بيقول لي ان العميل اللي هو الاي كلاس لما بيجي يشتري منتج هو عايز يشتري المنتج اللي ما اتباعش لحد غيره. يبقى اذا هو مش عايز الموتوسيكل، ده كان عايز التميز اللي جاي من الموتوسيكل، شكل الموتوسيكل، موتوسيكل منفرد مميز، حاجه هي احتاجه كده. راجل غني ومعاه فلوس وعايز يركب موتوسيكل ويعيش حياته. هذا هو العميل اللي برضه بيخش صالون الحلاق يدفع 2000 جنيه ويعمل شعره ويعمل دقنه ويظبط نفسه ويروق على نفسه. دي طبقة من العملاء. حتى برضه كان في دراسة التسويق دراسة المستهلكين. العميل ده أصلا بيفكر إزاي، بيبقى عايز إيه. وفي عميل مثلا يكون فكره عايز يقضي الغرض وخلاص. واحد تاني يقول لك لا انا عايز خدمه معينه بطريقه معينه، لما تحصل لي مشكله مع الشركه الفلانيه اكلمها اقول لها والله 1 2 3 4 تحل لي المشكله وتكلمني بشكل معين وباسلوب معين. هذا برضو نوع معين من انواع التسويق. ويا ريت يا جماعه ما نختزلش
برضه عايز أكد على النقطة دي، ما تختزلش التسويق في كونه إعلان على التلفزيون ولا إعلان على السوشيال ميديا ونفهم التسويق بالشكل النمطي ده. تسويق أكبر من كده بكتير. إن طريقتك في التعامل مع العميل بتاعك وطريقتك في احتواء أي مشكلة بتحصل مع العميل ده تسويق لنفسك. ليه؟ هتقول لي ليه؟ هقول لك إن أنت بتقدم له صورة وخدمة غير اللي هيشوفها بره. لو دخل لواحد مثلا قال له والله انت حصل واحد اتنين تلاته في مشكله، انت مثلا اتعصبت قلت له لا يا فندم انت غلط في النقطه دي، هو بالتالي انت كده قفلت خلاص العلاقه ما بينك وما بينه، ضعفت الثقه. لكن لو انت بتحل المشكله وبتتكلم معاه عايز تفهم منه ايه اللي حصل وتتكلم معاه وتحل له مشكلته، انت بتسوق لنفسك ان انت بتقدم خدمه عملاء مميزه وفعلا عايز تحقق خدمه معينه للعميل صح وكويسه. هنا بقى النجاح. ان شاء الله في لقاءات اخرى هنتكلم عن التسويق، خصوصا التسويق الرقمي.